باريس، وتوج أيضا بكأس أفريقيا لأقل من 23 سنة، بالإضافة إلى إنجاز نهضة بركان المغربي. طبعا علاش قلت بأنه ليس مفاجأة وليس صدفة بالنظر لما ذكرته، هو تحصيل حاصل، ولكن عندما نقول تحصيل حاصل لا يجب أن نقلل من المجهود، لأنه الأمر ليس عادي أنك تذهب إلى تشيلي وتفوز على الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا وأمريكا وغيرهم من المنتخبات وتتوج بكأس العالم. والمفارقة في كل هذا ليس أمر غريب. مفارقة في كل هذا أنه كل المنظومة التي اشتغلت على مدى 7 8 سنوات كانت بالاستناد إلى مدربين محليين على مستوى كل الفئات، بما في ذلك المنتخب النسوي المغربي الذي بلغ نهائي كأس أفريقيا. قلت بأنه الاعتماد على العنصر المحلي، عنصر الإطار المحلي في المغرب الذي رافق كل المنتخبات هذه في كل المسابقات والبطولات. هذا لا يعني بأنني أنا مع المدرب المحلي بالمطلق في كل مكان أو مع المدرب الأجنبي بالمطلق في كل مكان، هذا نقاش آخر. ولكن نقاشنا اليوم حول هذا الإنجاز يتلخص في أن هذه الحالة وما تحقق هو حالة استثنائية تدرس. يعني نحاول أننا نبحث عن مسبباتها ونبحث عن كل العوامل التي أدت إلى هذا الإنجاز للاستفادة منها طبعا، وتدرس عندما نبحث ونستنتج أكيد. يمكن يكون سياق يستند إليه الكثير من الأفارقة والكثير من العرب، ولو أنه الخصوصيات مختلفة بالنسبة للمغرب عنها في إفريقيا أو عنها في بلدان عربية مختلفة في سياق ومختلفة في المعطيات، لأنه في المغرب عشقهم لكرة القدم كبير جدا. الأجيال اللي صعدت الآن وهاجرت هاجروا آبائها وأوليائها، أيضا تعلقهم ببلدهم خلاهم يلتحقوا بالمنتخبات الشبانية السنية، والأساس هو ما فعله المنتخب المغربي الأول في 2022، هو اللي خلى كل هذا الشغف موجود في المغرب. مرة أخرى ألف مبروك للمنتخب المغربي تتويجه بكأس العالم للشباب أقل من 20 سنة، هو الثاني في أفريقيا والأول على المستوى العربي. مزيد من الإنجازات إن شاء الله للمغرب ولمنتخبات عربية أخرى وإفريقية، لأنه تقريبا المنتخب المغربي أو الكرة المغربية فكت هذه العقدة التي لازمتنا طويلا نذهب للمشاركة في المناسبات الكبرى من أجل المشاركات من أجل التمثيل والمشاركات التي كنا نسميها